المحيط بالقلب هي الالتهابية. الالتهاب ممكن يكون فيروسي، ممكن يكون بكتيري، ممكن يكون ضرن، ممكن يكون بيختلف من نوع لآخر. التهابات الغشاء الطاموري بتشتبه أو بتتسبب في آلام. الآلام دي بتشتبه مع الذبحة أو اللي هو الأزمات القلبية. الأعراض بقى الخاصة الأعراض بيه. الألم بتاعتها، ولازم الدكتور يعرف يفرق بين الألم اللي في هذا الشخص، هل ده ألم ذبحة، ألم شريان تاجي، ولا ألم هل التهاب؟ هي أقل خطورة من الذبحة والقلب؟ أقل خطورة، أيوه. يعني مش هتعمل قسطرة ولا هتتوجه لكده، وساعات بيبقى الالتهاب خفيف، يعني مجرد التهاب بدون ما يتسبب في حدوث انسكاب مائي، ان يبقى فيه فلويد، ان يبقى فيه سوائل بين الطبقتي الغشاء الطاموري. فهنا بيبقى مجرد ان احنا بندي مسكنات معينة، مضادات للالتهاب معينة. ممكن يعالج نفسه بنفسه؟ لو حاجة بسيطة قوي، هو ممكن زي اي مرض، انت ممكن واحد يجيله، ده في ناس بيجيلها جلطة في القلب وما يحسش بيها، ويجي بعد سنتين نكتشف ان ده كان بقى عنده له جلطة. علاقة بقوة جهاز المناعة؟ لا، بتبقى في حاجة اسمها في اي مرض الفيت يعني المصير. مش كل الامراض، يعني الامراض اللي قاتلة في منها بيجي بصورة بسيطة. ففي حاجة اسمها spontaneous reperfusion في حالات جلطات القلب، يعني الشريان بيفتح لوحده. فدلوقتي أنا بتكلم على التهاب الغشاء الطاموري بيتسبب في ألم في الصدر يشتبه مع آلام الشريان التاجي هل والذبح. فقط ألم في الصدر ولا ممكن يكون له أعراض أخرى؟ يكون له أعراض أخرى طبقا للي هو جاي، بمجرد التهاب هيبقى ألم في الصدر ورسم القلب فيه تغيرات.